من وحي أمهاتنا الحرائر اللواتي أوضعننا شيم المقاومة، شيم التشبث بأرضنا، من وحي أطفالنا الذين يريدون رسم مستقبل جديد لسوريا جديدة يكون فيها الكل يعيش بكرامة، بعز، بتساوي. لكن آلة الحرب التركية دائما تريد كسر الأقلام بداخل أنامل أطفالنا، لأنها تعلم بأن أطفالنا هم مستقبلنا. مدى السنوات الماضية كانت دولة الاحتلال التركي تغير من أساليب استهدافها لمناطقنا بشمال وشرق سوريا لضرب الأمن والاستقرار بمناطقنا، كي تبقى منطقتنا منطقة قلقة غير مستقرة، وبهذا الشكل فقط تكون دولة الاحتلال التركي قادرة حسب رؤيتها على كسر إرادة وصمود شعبها.